لم أعرف معنى الصداع إلا بعد أن عرفت قبعة القش. فماذا أفعل الآن وقد ظهر عدو جديد اسمه إيس؟ أنا لم أرك منذ سنوات. وأنا لم أرك أيضا. تغيرت كثيرا. ربما، أما أنت فلا تزال كما عرفتك تصر على تحقيق هدفك مهما اشتدت الصعاب. أنت أيضا يا إس، إصرارك على تحقيق هدفك دفعك إلى اقتحام المجهول، وها أنت تزداد قوة بعد أن أكلت من فاكهة المحيط. نحن في طريقنا إلى القرصنة يا زورو. لا شك أننا سنواجه مغامرات كثيرة. نعم، سأصير زعيم القراصنة. قل لي يا لوفي، أنت دائما تكرر هذه العبارة، هل من سبب معين لذلك؟ لا أبدا، ولكن ماذا؟ وعدت ذلك الرجل بأن أجمع فريقا وأن أبحث عن الكنز المفقود وأن أصير زعيم القراصنة. وقبعتي هذه تشهد على ذلك. قبعته؟ إنها أمانة عندي، وعندما أصير زعيم القراصنة سأعيدها إلى صاحبها الحقيقي.